المنطق والعقل بيقول ان انت طالما خدت من الجبل وجيت تقيسه، المنطق بيقول ان الجبل يقل. المشكلة ان ايه كان يجي يقيس الجبل يلاقي زي ما هو. ده الجبل اهو، صح؟ قال لي عوامل الجو تخش على الجبل كده، صح؟ قال لي تمام. قال لي عوامل الجو لما تخش على الجبل تعمل عملية ايه دي؟ تفتت، صح؟ بعد التفتت يحصل بعد التفتت عملية ايه؟ نقل. طب بعد النقل ترسيب. سؤالي ببساطة، الجبل ده لما عوامل الجو تخش عليه وتاخد منه الفتافيت، الجبل ده ارتفاعه يقل ولا يزيد ولا يفضل زي ما هو؟ والله يا استاذ محمد يعني هو مش الجبل ده عوامل الجو خدت منه فتافيت؟ المنطق والعقل بيقول ان انت طالما خدت من الجبل وجيت تقيسه، المنطق بيقول ان الجبل يقل. المشكلة ان ايه كان يجي يقيس الجبل يلاقي زي ما هو، يبقى الفتافيت متاخده منه. قال لي الجبل بيفضل زي ما هو. واقول لك دليل ان الجبل بيفضل زي ما هو، لما نيجي نقول لك يبلغ ارتفاع قمة جبل ايفرست 8840 متر، الرقم ده بيكتبوا جنبه تاريخ. كانوا كتبوا ان احنا خدنا الرقم ده يوم كذا عشان يبقى السنه اللي بعديها هيتغير. طبعا اللي تحت القشره الارضيه طبقه اسمها طبقه الايه؟ وشاع. قال لي تزعل يا استاذ محمد، مش دي كده اسمها منطقه التفتت؟ تزعل لو انا الحته اللي في الوشاح دي انا قلت بيني وبينكم كده اسمها قاعده منطقه تفتت؟ مش دي حضرتك منطقة التفتت؟ مش دي تحت منطقة التفتت؟ فاحنا بينا وبين بعض هنسميها قاعدة منطقة التفتت. مش دي حضرتك اسمها منطقة الترسيب؟ تزعل لو انا سميت الحتة دي اللي في الوشاح دي اسمها قاعدة منطقة الترسيب؟ حلو قوي الكلام ده. باشا دلوقتي انا ايدي حاططها تحت الجبل اهو، قال لي عوامل الجو دخلت اهي، مش هتبدأ تشيل من الجبل؟ لا هتاخد شويه كده. شلنا شويه فتافيت اهو. سؤال، لما انا شلت الفتافيت دي الضغط على ايدي قل ولا زاد؟ قال لي ليه؟ عشان انت شلت من الجبل، يعني الجبل كده بقى اخف، صح؟ طب تزعل لو انا طبقت الكلام ده حضرتك هنا؟ لما عوامل الجو دخلت مش بتبدأ تفتت من الجبل؟ بتشيل المنطقة دي. لما انا اشيل الفتافيت الضغط عليها يقل ولا يزيد؟ مش انت خدت منها؟ يبقى الجبل بقى خفيف. يبقى انا هكتب هنا اهو حضرتك يقل مين؟ الضغط على ايه؟ قاعدة منطقة التفتيت. الفتافيت دي شلتها على كتفي كده اهو، وقمت جاي رايح رازعها هنا اهو، راميها هنا اهو. حضرتك تقولي لما ارزع الفتافيت هنا الضغط يقل ولا يزيد؟ يبقى اكتب هنا ايه؟ يزداد الضغط على مين؟ على قاعدة منطقة الترسيب. كده اقدر اقول لك ببساطة ان في 3 حاجات حصلوا اترتب عليهم حاجتين. تعرف تقولهم لي؟ قال لي حصل عملية انت تفتت، بعديها نقل، بعديها ترسيب. مما ترتب عليه ان يقل الضغط على قاعدة التفتيت ويزيد الضغط على قاعدة منطقة الترسيب. يبقى انت الضغط هنا زاد، انت ضغطت هنا كمان. هنا في ايه تحت؟ هنا مش في هنا ده وشاح؟ مش ده سينوسير؟ مش دي مادة صحيح يا باشا؟ نفس الفكرة مش انت لو ضغطت هنا كده السوائل تتحرك وتطلع كده؟ قال لي ما هو ده اللي بيحصل بالظبط. انت بتضغط هنا يا باشا، فلما تضغط كده اهو تبدأ تتحرك المادة سهرة من تحت منطقة الترسيب تروح تحت منطقة التفتيت وتطلع هنا يا باشا وترفع الجبل فوق تاني. خدوا منك يد قد ايه فتافيت؟ يلا خدوا مني 100 كيلو فتافيت. ماشي، ما تعيطش، هنرجعهم لك، هنديك مكانهم مواد واطلع تاني. اللي اتاخد منه رجع له تاني ولا ما رجعلوش؟ رجع له. يبقى يبقى الوضع كما هو. الراجل ده كان معاه 100 جنيه، صرف 30 وراح البيت ادوله ال30 تاني، كده فلوسه نقصت؟ فلوسه زادت؟ يفضل زي ما هو. هقف عند بقى حته كده وعاوزك تركز معايا عشان دي اعلى فكره في الموضوع.
قال لي مش المادة المنصهرة باون قال لنا ان هي بتحتوي على 8 عناصر؟ اربط بقى مع الباب اللي فات. قال لي ال8 عناصر اللي بيكونوا معادن السيليكات. قال لي اه. قال لي يا باشا فعلا المادة المنصهرة عبارة عن 8 ايه؟ عناصر. قال لي ال8 عناصر حضرتك في عناصر حضرتك تقيلة زي الحديد، مغنيسيوم، كالسيوم، ودول اللي بيكونوا البلورات في الاول. وفي عناصر خفيفة اللي هي صوديوم وبوتاسيوم وسيليكون. وفي عنصرين الكتاب ما ذكرهمش وانت عارفهم اللي هم الاكسجين والالمون. ال8 عناصر دول موجودين هنا. قال لي يا باشا يعني كده الماده المنصهره فيها عناصر ايه؟ تقيله وايه؟ خفيف. لما انت بتضغط هنا الماده دي غير متجانسه، فلما انت بتضغط هنا بتتحرك الماده الخفيفه بس. مش انت هنا عندك خفيف وتقيل؟ طب لما الخفيف يمشي يتبقى مين؟ التقيل. يبقى المادة الخفيفة هتتحرك اللي هي هتكون الفلسبار والكوارتز. المادة الخفيفة اللي هتتحرك اللي هيبقى فيها صوديوم وبوتاسيوم وايه يبقى انت هنا عندي مادة خفيفة وتقيلة. ضغطت انت اتحركت الخفيفة وفضلت المادة تقيل. اللي اتحركت هي المادة اللي هتكون الفلسبار والكوارتز. راحت هنا كده يا باشا. يبقى تعمل حسابك ان اللي بتتحرك المادة الايه؟ الخفيفة. وخد بقى يا باشا اللي جاي دي عشان دي الاهم ودي الفهم بقى. قال لي يا باشا يعني كده فضل مين اللي تحت هنا؟ حديد، مغنيسيوم، كالسيوم. مش دول اللي بيكونوا صخور البازلت؟ عشان كده قاع البحر يبقى بازلت. مش قاع البحر بازلت؟ صخور القشرة المحيطية بتبقى بازلت. طب واللي اتحركت دي مش هي اللي هتكون الجرانيت؟ ما هتكون الجبل. ما هو الجبل مش ده قشرة قارية؟ مش دي السيال؟ مش دي صخور الجرانيت؟ يعني انا لما ضغطت كده كان عندي مواد تقيلة وخفيفة. تقيلة فضلت موجودة عشان تكون البازل، وحدفت هناك المواد الخفيفة عشان تكون جرانيت. وكده حضرتك حصل بقى ده كده بازلت وده ايه يا باشا؟ الجرانيت. الكتاب شرح ده كله؟ لا ما شرحش ده كله. الكتاب قال لك لما بضغط بتتحرك المواد الخفيفة التي معظمها في السبار وارتز من تحت منطقة الترسيب لتحت منطقة التفتيت. ومعنى تحريك المواد الخفيفة هو بقاء المادة التقيلة. هو معنى تحريك المادة الحمضية هو بقاء المادة القاعدية. إذا تحت منطقة الترسيب المادة بتبقى قاعدية، أما تحت منطقة الترسيب فالمادة اللي هتتحرك هي أو هتبقى موجودة هي المادة الحمضية. يبقى كان يا مكان كان فين هنا مين ومين؟ قاعدي وحامضي. الحامضي ماشى واتبقى القاعدي، والحامضي اتكون هنا حضرتك. يبقى يا استاذ تتحرك الماده المنصهره الخفيفه اللي معظمها في الاسمار وايه؟ والكوارتز. الكلام ده يا باشا في اي مشكله؟ طب ممكن نلخصها في سطر كده خفيف؟ يلا يا باشا. مهما تفتت الجبل يظل ارتفاعه ثابت بسبب تحرك المواد المنصهره بين قوسين الخفيفه اللي هي هتكون الفلسبار والكوارتز. تحرك منين يا باشا؟ من اسفل منطقه الترسيب رايحه فين؟ لاسفل منطقه التفتيت. يبقى بسبب تحركات المادة المنصهرة الخفيفة من تحت منطقة الترسيب لتحت منطقة التفتيت، وترفع دي وتبدأ تاني. الكلام ده يا باشا كده في أي مشكلة؟ يبقى احنا قلنا حاجتين في ايه لغاية دلوقتي. الجبل خفيف وثابت عشان له جزء يبلغ طوله 4 أمثال. مهما تفتت الجبل هيفضل زي ما هو بسبب تحريك المادة من تحت منطقة الترسيب لتحت منطقة التفتيت ويطلع تاني. النقطة الثالثة قال يا باشا ببساطة النقطة الأخرانية دي منطقة فيها مرتفعات، ودي منطقة واطية اسمها منخفضات. دايما ما بين المرتفعات والمنخفضات هتلاقي في كسر ايه؟ ضخم ما بينهم. والمنطقة دي بتتعرض ليه زلازل، لان هنا طالما في كسر والماده المنصهره معديه هتيجي تعمل هنا في المنطقه دي زلازل. النقطه الاخرانيه خلاصتها لو عندك حته فيها مرتفعات وحته فيها بينهم هيبقى فيه
كسر ضخم ويعمل زلزال. قال لي يا استاذ شكرا على الرسومات الحلوه اللي انت عاملها لنا دي، بس انا عاوز بتاعت كتاب الوزاره. حاضر يا باشا، ادي بتاعت كتاب الوزاره. كتاب الوزاره قال ان دي منطقه ايه؟ تفتيت، وهيحصل نقل وبعدين هيحصل ترسيب. قال لي يا باشا لازم تخلي بالك ان المنطقه دي الفتحه دي قشره ارضيه، دي كلها حتى جذع الجبل قشره ارضيه، انما الحته الغامقه دي صخور الوشاح الاسينوس فيه. تفتت نقل ايه؟ ترسيب. الضغط هنا هيبدا ايه؟ يزيد. لما الضغط هنا هو يبدا يزيد هنا هو حضرتك تتحرك الماده المنصهره الخفيفه من تحت الترسيب لتحت التفتيت زي ما احنا متفقين. وقلنا يا محترمين مش دي منطقه فيها مرتفعات ودي منطقه فيها منخفضات، الحته اللي في النص بينهم فيها كسر ضخم زي ما الكتاب قايل اهو.